بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، معكم حنان من قناة كل شيء سهل مع أم سلمان. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم محنشة كبيرة بالكاوكاو، شي حاجة اللي مميزة في المطبخ المغربي ديالنا، وصفة عريقة وغالبا كتخدم بالعقدة ديال اللوز. اليوم حبيت أنني نقدمها لكم بالعقدة ديال الكاوكاو، حتى هي كتجي معلكة وخطيرة في المذاق ديالها. غادي نعطيكم جميع الأسرار والنصائح باش اللي عمرها ما جربت المحنشة تولي محترفة فيها وتحضرها في مناسباتها وفي الأفراح والأعياد وفي كل مناسبات سعيدة. الله يجعل أيامنا وأيامكم كلها أفراح يا ربي. يلا بلا ما نطول عليكم ونمروا دابا للطريقة والمقادير مع بعض. على بركة الله، عندنا كيلو ديال الفول السوداني اللي هو الكاوكاو، كناخذوه وكنحمروه في الفرن. خديت انا هذا الكاوكاو البلدي، كيجي الطعم ديالو احسن بكثير من الاخر تيكون مقشر. كناخذوه وكنحمروه واحد التحميره غير ذهبيه فقط، وكنخليه بالقشر ديالو، وغادي نطحنوه مع 300 غرام ديال السكر. كنطحنوه حتى يولي بهذا القوام، يعني يجينا ديك القوام ديال هذه العقده هذه تجي معلكه في الاول، من الديبار ديالها تكون معلكه بحال هكذا. يعني كنبقاو نطحنوها سواء في الدار او عند بائعي لوازم الحلويات، راه ولات عندهم طحانه يعني خاصه بالكاوكاو كطحن لينا بهذا الشكل هذا. غادي نضيف ليه واحد ملعقه تكون وافيه مزيان ديال القرفه مطحونه، وملعقه كذلك وافيه مزيان ديال النافع البلدي تكون مطحون، واحد طريقه الملح، وهنا كنضيف مركز ديال ماء الزهر. الا لاحظتوا هذا المركز هذا كيعطيني نسمه زوينه، وكيجيني افضل من هذاك اللي تيكون في القرعه الكبيره، كيكون جاري وغادي يزيد يجري ليا العقده ديالي. هذه نقطة، إلا كانت عندكم العقدة ديالكم جارية ومعلكة بحال هكذا، فما تزيدوش ليها الماء الزهر اللي تيكون هكذاك، يعني القرعة الكبيرة تيكون ماء، غادي يزيد يطلق لكم العقدة ديالكم. صافي كنضيف هذا المركز هذا، كيعطيني نسمة يعني مركزة أكثر ديال الماء الزهر، وكيعاوني على هذه العقدة هذه ما تجيش تزيد تجرى ليا. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا فهمتوني. صافي كنبداو ندعكو مزيان مزيان العقدة ديالنا، ونخلطوا فيها جميع المكونات. وهاد العقده ما غاديش تحتاج نهائيا نضيفوا ليها الزبده، كتجي بنينه واخا ما نضيفوش ليها الزبده نهائيا. صافي كنبدا ندعك فيها مزيان مزيان كيف ما تلاحظوا، حتى تنشوفوا انها بدات كتلم اولا بدات يعني كتنعزل على الاناء اللي تنكونوا واضعينها فيه. وهنا غادي نمروا للورقه، غادي نوريكم واحد الطريقه ديال الورقه كيفاش غادي تستعملوها. هنا خديت الورقه الكبيره ديال البخار، وغادي ناخذها يعني نطويها على 4، وغادي نقطعها على شكل مربع كيف ما تلاحظوا. قطعت يعني الجهه الاولى وكذلك الجهه الثانيه، وهاد الطريقه هذه كتعاوننا تعطينا يعني مربعات اللي متقادين، وكنتخلصوا نهائيا من هذوك الجوانب اللي تيكونوا شويه فيهم كريكبات ديال العجينه ولا ديال كما تنقولوا ديال الورقه. كتجي مزيانه وكتعطينا حتى الكميه ديال الورقه كتكون هي هذيك. هنا صافي غادي نبداو نفرقوا في الورقه ديالنا يعني وحيده بوحيده. وهنا صراحه غادي نقول لكم شنو عندي، شنو المشكله طرا لي في هذا الفيديو هذا. بالنسبه لهذه الورقه هذه ما صدقات ليش مزيانه، ان شاء الله غادي تشوفوا في الاخير. غادي ناخذوا الزبده نوازيت، وغادي ناخذ بياض بيضه. الزبده نوازيت هي الزبده، كناخذوا الزبده سبيسيال وكنديروها فوق النار وكنخليوها كتبدا تغلي تغلي وتطرطق حتى تنشوفوا هذاك الصوت ديالها ما بقاش كيتسمع، وكيصبح اللون ديالها بني بحال هكذا. كناخذوها ونصفيوها وكنبداو نستعملوها. هنايا عندي السطح العمل اللي كنخدم عليه غادي يسي عليا 3 ديال الورقات، فخديت 3 ديال الورقات كنوضع كل وحده على وحده بحال هكذا، وكنلصقهم ببياض البيض. هذه هي الكولا ديالنا ديال الورقه، كتلصق وكتجي مزيانه. هنا هذيك الزبده ضفت لها واحد شويه ديال زيت نباتيه باش يزيد يعطينا قرمشه اكثر. هذيك الزبده نوازيت كتعطينا البنه، والزيت غادي يزيد يعطينا قرمشه. هنايا من بعد ما لصقنا الورقات على بعضياتهم غادي ندهنوا بالزبده. من الافضل خذوا زبده حيوانيه ويعني وغليوها كي بحال هكذا، بحال شكل هكذا الطريقه اللي قلت لكم ديال النوازيت، باش تعطيكم بنه زوينه المحنشه ديالكم. كندهن في الاول الورقه ديالي بهذا الشكل هذا، وغادي نجيبوا هذوك العقده ديالنا ديال الكاوكاو، وغادي نبداو نشكلوها بما انها يعني معلكه بزاف. هذا هو القوام اللي بغيناها تجي، يعني انا راه ماشي زعما يعني فوت ليها الطحين او لا، لا بالعكس، انا بغيتها تجيني بهذا القوام هذا باش في الاخير تجيني ديك المحينشه تجي معلكه بزاف من الداخل ديالها.
كناخدو العقده ديالنا وكنبداو نشكلو فيها حريبلات فوق الورقه، كنبعدو واحد 2 سنتيم ولا 3 من البدايه ديال الورقه، سواء من الجنب او من الاسفل كيف ما تشوفوا معايا. بالنسبه للسمك ديال المحنشه ديالكم، بغيتوهم رقاق او غلاظ، تيبقى داكشي حسب الاختيار ديالكم، وشوفوا نتوما شنو كتبغيو حسب الرغبه ديالكم. انا درتهم شي شويه غلاظين، يعني ما بين وبين، ماشي غلاظ بزاف وماشي رقيقين. كنبداو ناخذوا العقده ديالنا وكنبداو نلاقيوها وحده مع وحده، وراه هما بسهوله تيتلاقاو. تنحاول انني ما امكن نعطيهم سمك واحد، يعني يجيو في عبار واحد، وكنبداو نهزوا الورقه وكنلفوها على العقده ديالنا بهذا الشكل هذا. في الاول غادي نلصقوها مزيان بهذا الشكل، في الاول غادي نلصقوها مزيان على العقده، ومن بعد ما غاديش نبداو نزيروا يدينا بزاف بزاف باش ما تطرطق ليناش، يعني كنبداو حنا غير تلوي وغادي مع ديك العقده وكنمشيوها فوق الورقه بهذا الشكل الموضح امامكم، وكان يعني كنمشيوها بحال شكل الزربيه او بحال شكل، يعني اي حاجه تنبغيو نلويوها بهذا الشكل هذا. راه ساهله، يعني ديك اللي واعره غير ديك البدايه فقط، وما تزيروش يديكم بزاف باش ما تطرطق لكمش. كنبقى مكمله معاها بحال هكذايا. نتوما الا كان عندكم سطح العمل ممكن انه يسيع لكم حتى 5 الورقات اولا 6 يكون احسن. انا عندي فقط 3 بحكم ان التصوير عندي هذه المنطقه المخصصه للتصوير، فقط عندي 3 حيت على وديت الاضاءه ايضا. هنا ملي كنوصلوا الاخير غادي نوريكم، ملي كنوصلوا الاخير كنتوقفوا وغادي نلاقيوها اولا نسوديوها نكوليوها بهذيك البياض البيض، ضروري من هذه النقطه هذه. الكولا عندنا هي بياض البيض بالنسبه للورقه، بالنسبه للعجينه هو الماء، انت كنتو نديروا الفطائر هو الماء. ضروري هاد المسائل هادو تيجيو يعني كيعاونونا بزاف. كناخدو هذاك الطرف الاول، لاحظتوا راني كنت خليته خاوي بدون عقده، هو اللي كنلفو هو الاول، وكنبداو نلويو بهذا الشكل هذا. طريقه سهله، هذيك البدايه هي اللي كتكون شي شويه يعني خاصه واحد التقنيه اننا ندورو غير بشويه وما كنزيروش حتى يدينا، وكنبقى بحال هكذا نبسطها واحد شويه من الفوق. كنبقاو غاديين معاها بهذا الشكل هذا حتى تنوصلوا للطرف الاخير، والطرف الاخير من طبيعه الحال حتى هو ما عمرتوش بالعقده. هنا اخواتي باش تجيكم هاد المحنشه هادي ساهله بزاف في طريقه العمل ديالها، كناخذوها وكنوضعوها فوق واحد الورق ديال المطبخ بحال هكذا، بابي سولفيغيزي كنوضعها في الوسط، وهذا الورق غادي يساعدنا بزاف. غادي تشوفوا ان شاء الله فيما بعد كيفاش شنو غادي الميزه ديالو، هو اللي كنحملوا به المحنشه ديالنا، يعني كنحاولوا انها ما تتهرس ما تتقطع مع حتى حاجه. غادي تشوفوا لاحقا. غادي نكمل معكم نفس الخطوات. كناخذوا 3 ديال الوريقات كنوضعوا وحيده فوق وحيده، يعني داك الطرف الا لاحظتوا وحيده فوق وحيده، ضروري من يعني ماشي ما نديروش كميه كبيره ديال الورقه، يعني تما غير شي 4 سنتيمات بحال هكذاك، هما تنوضعوا وحده فوق وحده. كنلاقيهم بياض البيض وغادي ندهن بالزبده، ضروري ما تدهنوا، وحتى الدهن الا لاحظتوه ماشي تندير كميه كثيره، فقط تنهز يديا واحد يعني واحد كل ورقه واحد القطرات بساطين. ثم هنا غنجيبوا الحشوه اولا العقده ديالنا. كنحاول نغير لكم الزاويه ديال التصوير غير باش توضح لكم مساله اكثر وتجيكم يعني تكون مفهومه لكم بطريقه اكثر. كنحاول اننا نبسطوا العقده ديالنا ملي كنوضعوها كنبسطوها من الفوق ديالها، وكنعطيوها يعني نحاولوا ما امكننا تكون سمك واحد. وبحكم ان هاد العقده هذه معلكه فراه كتساعدكم في الخدمه ديالها، كتعذبكمش نهائيا. وكنعاودوا نفس الطريقه كيف ما درنا مع ديك الحرو الاولاني، غادي نعاودوا نهزوا الورقه وكنحاولوا في الاولانيه فقط هي اللي كنلصقوا مزيان عليها الورقه، من بعد كنبقاو غير نمشيو وندوروا غير بشويه بشويه، يعني من اليمين لليسار حنا غاديين معاها بحال هكذا حتى تدور لينا كامله. هاد الطريقه ديال هاد اللويان ديالها راه سهله، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه نهائيا.
غير هي كتبغي شويه الخاطر، راه اي حاجه، اي حلوه بغيتي ديريها اولا اي حاجه بغيتي تصاوبيها في المطبخ ضروري كتبغي شويه الخاطر. الا ما عندكش الخاطر غير عطيها شبر اتساع وخليها لماليها، واللهم كومونديها احسن لك، تكوني مرتاحه بلا ما تعصبي معاها بلا حتى شي حاجه. هنايا كناخذوا هذاك الجزء الاخير كيف ما شفنا في الاول، كنلصقوه ببياض البيض هكذا باش ما تحليناش نهائيا ملي نكونوا كنخدموا بها. صافي ملي كنوصلوا للاخير غادي نجيب عندي هذاك الحربول، داك البودان كامل، وغادي نجيبوا المحنشه ديالنا غادي نهزوها بهذاك الورق كيف ما هي، الا لاحظتوا بهذا الشكل هذا. وكيفاش غادي نلاقيو واحد مع واحد. هنايا الا لاحظتوا الحريبلات كنت خليت ليهم في الاخير وفي الاول، الا لاحظتوا خاوي بدون عقده. كنشدو الا كانت القياس ديال مثلا اللي خليت كبير كنقصوا منه، وهذاك القياس مثلا ديك الدورره الاولى غادي نعمرها مزيان بالعقده بحال هكذا بهذا الشكل هذا، وغادي نخشي وحده فوحده ونلصقهم ببياض البيض. الى لاحظتوا بهذا الشكل هذا. انا صراحه المحنشه كتجيني ساهله وماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف، فقط فيها شويه هاد المساله هذه ديال هاد الملاقيه هي اللي خاصها تكون مقاده وصافي، ونعرفوا كيفاش نلاقي وحده مع وحده. وضروري ما كنلصقوا ببياض البيض، راه هو الكره عندنا في هاد المحنشه. وإلا لاحظتوا كيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد الورقه راه عذباتني بزاف، ما صدقات ليش زوينه، وكيف ما شفت فيها بزاف ديال هذوك الدميعات، الا ما عرفتش نتا تقولوا لهم نتوما، دوك الكريكبات ديال العجينه كانت بزاف، لان صراحه كانت هي في ديك العجينه الاخرى ديال هدمو الورقه هذه، وما ساعدتنيش نهائيا صراحه. المولفه تجيني زوينه وكتجي مقاده، هذه جات ناشفه بزاف وفيها ديك الدميعات بزاف. المهم سيرت معها الامر وصافي. الى لاحظتوا صافي تنبقاو مستمرين كنديروا بودان طويل، وكنجيبوا عندنا المحينشه ديالنا بهذاك الورق ديال الطبخ، وكنلصقوا وحده مع وحده بحال هكذا، كنعمروا طرف وطرف تيكون خاوي، وكنلصقوه ببياض البيض، وكنبقاو نلويو على حسب الحجم اللي بغيناها صغيره، بغيناها كبيره، بغيناها متوسطه، تيبقى على حسب هذوك الحريبلات اللي درتو، واش درتو 3 او 4 ولا 5 بحال هكذا. شوفوا نتوما القياس عاوتاني، الاناء اللي غادي تحطوا فيه دائما ردوا البال هذه المساله، الاناء اللي غادي تحطوا فيه المحنشه ديالكم هو اللي خذوا عليه العبار، يعني حاولوا ما يجيش لكم المحنشه اكبر من الاناء اللي غتحطوا، وكذلك ما تجيش صغيره بزاف تجي كما تنقولوا مقموعه. تجي هي هذيك، دائما بنادم يحط في باله النتيجه النهائيه كيفاش غادي تكون. هنا لاحظتوا دائما تنلاقي بياض البيض ضروري منه. انا واخا استعملت بياض البيض بحكم ان هاد الورقه هذه ما زويناش، فراه ما لصقت لياش مزيان. الا كانت عندكم الورقه تتكون ورقه ديال البخار اللي تتكون رقيقه وكتكون مدهونه بزاف، فها راه كتجي غزاله، كتجي زوينه بزاف. صافي الا لاحظتوا كنبقى نقادها مزيان وكنحاول نبسطها واحد شويه، وكنكمل بنفس الطريقه. هنا راه تقريبا ما عرفتش واش درت 4 ولا 5 ديال الحريبلات، والله ما عقلت على حسب الفيديو. دابا نرجع ونشوف. صافي داك الطرف الاخير شوفوا كيفاش غادي نديروا ليه، غادي ناخذوه وغادي غادي نقصوا منه بشكل مائل بحال هكذا، وهو غادي نوضعوه تحت من الملحينشه باش تنرقوا ديك النهايه، تندرقوها. هنا لاحظتوا شفتوا واخا كنت درت بياض البيض ما لصقات لياش، ولكن غادي نعاود ندير معاه شويه الخاطر ونلصق وحده مع وحده بهذا الشكل هذا. وانا فين ما بانت ليا شي شويه الورقه خارجه اولا ما لاصقاش، كناخذ بالاصبع ديالي وكندهن وكنلصق. نحاولوا اننا نقادوها مزيان مزيان، وهذاك الجنيب نحاولوا اننا ندفنوه مزيان من التحت بهذا الشكل هذا. هنايا بالنسبه للمحنشه غادي ندهنها، غادي نوريكم ان شاء الله الدهين ديالها. الا بغيتوا تحتفظوا بها بحال هكذا، ديروها في واحد الاناء اولا في واحد الصينيه وتغلفوا عليها جيدا بالبلاستيك الغذائي. الا لاحظتوا طريقه الحمل كتجي سهله بزاف، شديتها هزيتها بهذاك الورق ديال الطبخ وهزيتها حطيتها في الصينيه ديال الفرن. الا لاحظتوا
كيف ما قلت لكم غادي ندهنها بهذيك الزبده النوازيط اللي كنا قلنا في الاول. قلت لكم الطريقه ديال الا بغيتو تخليوها بحال هكذا، تدهنوها مزيان وتغلفوها بالبلاستيك الغذائي وتخليوها في المجمد الوقت اللي بغيتوها، تجلس لكم حتى شهر كتبقى مزيانه وكتبقى هي كتجبدوها من المجمد مباشره للفرن. يعني ما تخليوهاش حتى ديكونجلا، لا نهائيا، تجبدوها مباشره ندخلوها وراها كتكون مزيانه وتطيب لكم غزاله. هنا بالنسبه للزبده كندهنوها جيدا، الا لاحظتوا كندهنوها مزيان، لان ديك الزبده هي اللي غادي تعاوننا باش تجينا ديك المحينشه ديالنا مورقه وزوينه. انا كنت خليتها بيتها في الثلاجه حتى لغدا لي في الصباح غادي نوض غادي نطيبها. انا غادي نوريكم واحد الفكره جانبيه، بقات لي هذيك الحشوه اولا العقده. فخديت هنا واحد لاباط فيلو كانت عندي في الثلاجه، كانت يعني خاسره كيف ما تنقولوا، ما صالحاش حتى شي حاجه، وقلت غادي نحتفظ بها، غادي ندير بها شي حاجه مقرمشه بحال هكذا، ضروري ما غادي نستعملها، ما غاديش نلوحها. خديتها وبديت كنفككها بحال هكذا، خديت غير الاجزاء اللي تيكونوا مزيانين وبديت تنقصصها بالمقص بحال هكذا على شكل اشرطه تيكونوا رقيقين بحال هذا الشكل هذا، وكنحاولوا اننا نفككوهم ما نخليوهمش مجموعين. صافي هنا غادي ناخذ هاد العقدر، هادشي اللي بقى ليا في الكيلو، هادشي اللي بقى ليا الزليفه هادي، كناخذو كنشكل واحد الكويرات بالحجم اللي بغينا وكنوضعها مباشره في هذيك الورقه بهذا الشكل هذا، وكتلتصق عليه هذيك ورقه الفيلو. الا بغيتو، الا ما عندكمش ورقه الفيلو، ممكن هذاك الشيء اللي نقصناه في الاول ديال الورقه من الجنيبات هو اللي تقطعوه وتستعملوه نفس الحاجه، يعني نفس القرمشه غتعطيكم نفس كل شيء ونفس التعامل غادي تتعاملوا معها. كناخذها وكنوضعها في واحد الا عندكم هذا المول هذا تبارك الله، الا ما كانش عندكم ممكن توضعوها غير في مول عادي، تحطوها بحال هكذا وكتبقى مكوره مزيانه. انا فقط هذا تيعطيني واحد الحجم اللي تيكون مجموع شي شويه وكتجي قياس واحد. صافي كنبقاو مكملين كنشكلوا كويرات وكان باش هذيك العقده ما تضيعش، وغادي نزيدوا بها نزينوا بها. يعني ممكن هذيك العقده باش ما تضيعش لكم ممكن ديروا بها بريوات وتزينوا بها المحينشه ديالكم، اولا ديروا هذه الطريقه هذه بسيطه بزاف، ما كتاخذ لا الوقت لا مجهود لا حتى شي حاجه، ما كيبقى لا طويل لا دير بريوات لا حتى شي حاجه، ساهله فقط. غير تنقطعوا الورقه وتلويو عليها الحشوه وتنحطوها وتطيب على خاطرها. صافي غنبقى مكمله بنفس الطريقه حتى نكمل الكويرات اللي عندي كاملين، وانا عندي جوج ديال القوالب، غادي نوريكم هذا ونوريكم قالب اخر. صافي غادي ندهنها بالزبده. هنا المجموع ديال الزبده كامله اللي كنت ذوبتها راه تقريبا واحد 120 غرام، ما عرفت واش 130 غرام بحال هكذا، وما درتهاش كامله، كانت بقات ليا منها، يعني كندير غير عيني ميزاني غير شويه شويه. صافي غادي ندهنهم جيدا وغادي ندخلهم للفرن على 180 درجه، شعلت عليهم من الفوق ومن التحت، درت المروحه، الا ما عندكمش مروحه ماشي مشكل، كتشعلوا من الفوق ومن التحت وتتخليوها طيب حتى تذهب بحال هكذا. ما كتاخذش الوقت نهائيا، هذه ماشي بحال المحنشه، هذه ما غاديش تاخذ لكم الوقت نهائيا، يعني واحد 10 دقائق غادي تلقاوها طابت. صافي مباشره وهي باقا ساخنه كنخرجها وكنعسلها، كندير عليها العسل اللي تيكون بارد وثقيل هكذا باش تشربوا، وغادي نخليها في نفس هذاك القالب تبات في هذاك العسل باش تجينا معسله زوينه بزاف. هاد المعسله هذه غير جربوها، راه كتجي غزاله وتجي بنينه وتجي تحفه. هنا قالب الاخر قلت هذاك الورقه شفتها بحال يعني كتفرتت شي شويه في داك المول الاولاني، قلت غادي ناخذ هذاك بياض البيض وندهن به يديا، وهو اللي غادي نبدا نوضع ندهن به هذيك الورقه ونوضعها في هذا القالب هذا. وداكشي اللي درت فعلا دخلتهم، شوف كي من تندخلوهم كيفاش كيبقاو يغليو بحال هكذا، داك الغليان هو اللي كيخلي ديك ديال الزبده، هو اللي كيخلي ديك الورقه دغيا تطيب وكتجي مقرمشه وكتجي مذهبه وزوينه. هادو كيجيو نصف دائره، كيجي عندهم يعني تياخدوا داك الشكل ديال القالب، تيجيو نصف دائره مقادين. الا لاحظتوا بهذا الشكل هما باقيين سخانين هنايا، حتى هما نفس الشيء تناخذهم وكنديروا عليهم العسل من الفوق. نفس الصباح الباكر جبت المحنشه ديالي ومن الثلاجه، ما درتهاش في المجمد، درتها غير في الثلاجه، دخلتها للفرن على 180 درجه ودرت لها المروحه من الفوق ومن التحت، ولكن راني ما رصيتش عليها بالتحراك، كنبقى يعني كل 3 دقائق 4 دقائق تنحل الفران وكندورها حتى تاخذ لون ذهبي وكطيب لينا وكتحمر مزيان من الفوق ومن التحت. لا لاحظتوا الورقه العيب اللي قلت لكم انها كتتفرتت ليا
وما استقات ليش زوينه. ماشي اشكال، غادي نغطيو ان شاء الله هذا العيب هذا. بالنسبه للعسل ما توضعوه حتى تمسحوه مزيان اللي دام اللي تيكون شايط. العسل تقريبا درت واحد الزلافه، هذيك الزلافه ديال الزبده كانت زلافه عامره هي اللي عسلت بها هاد المحنشه هذه، وغادي نخليوها تشرب مزيان مزيان. هاد العسل البارد ما حتى هي باقا ساخنه كتولي معسله من الداخل ديالها ومن برا، وكتزيد حتى ديك الورقه كتزيد تقرمش لينا اكثر واكثر. الا بغيتو تخليوها حتى ليله كامله في العسل تيكون افضل. الا ما استطعتوا مثلا تخليوها غير واحد 6 ساعات ولا 4 ساعات، فشوفوا نتوما على حسب التدبير ديالكم ديال الوقت. كناخذوا المحنشه ديالنا في الاخير، تيبقى التزيين على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الاختيار ديالكم، على حسب داكشي اللي موجود عندكم. المهم انا غادي نشارك معكم حتى التزيين، حيت بعض المرات الاخوات تيقولك شاركي معنا حتى طريقه التزيين كيفاش زينتي. خديت هنايا هذا الكاوكاو ايفي اللي هو اللي زينت به، مع ورقه النعناع، مع الورد المجفف، مع داك الوريقات ديال الذهب. هذوك الحليوات المعسلات اللي كنت وضعت درتهم في الجوانب بهذا الشكل هذا. هذوك اللي بقاو الاخرين درتهم في واحد الزليفات. ممكن بحال هكذا لو وضعتوا المحينشه ديالكم في الطبيله ديال سواء المناسبه ديالكم ديال العيد اولا ديال شي مناسبه ديال شي فرح، توضعوا هذوك الزليفات بحال هكذا في الجوانب ديال الطبيله كنزينوا بهم. تيكون هذا هو الشكل ديال هذوك المعسلات، كيجيو غزالين بزاف يعني في المنظر ديالهم راقيين، وتيشوف تيبان يعني شي حاجه اللي زعما هماويه، ولكن هي في نفس الوقت راه ساهله بزاف. سمعوا لي هنا القرمشه كيفاش كيجيو غزالين، كيجيو مقرمشين بزاف بزاف. وهنا الا بغيتو نعطيكم واحد الفكره، الا بغيتو تستعملوا بدل الورقه ممكن تاخذوا الكنافه، حتى هي نفس الطريقه، كتاخذوها وكتفككوها وكتوضعوا العقده في وسط منها وكتشكلوها حريب، تشكلوها كويرات وتطيبوها نص الطياب كذلك، وتدهنوها بالزبده وتخرجوها تعسلوها حتى هي تجي غزاله. انا صراحه كنت جربتها مسبقا بالكنافه كتجي زوينه بزاف. هنا المحينشه ديالي قسمتها، نوريكم واحد القطعه شوفوا كيفاش كتجي ديك العقده لداخل غالبه على الورقه. بالنسبه للورقه اخواتي قطعوها كيف ما قطعتها انا، وخذوا داك العبار هو هذاك باش ما تجيكمش الورقه غالبه على العقده بزاف، يعني ما تجيش تاكلوا غير الورقه، اولا بعض المرات تجي الورقه معجنه ما طايباش مزيان. تبعوا كل الخطوات وكل الاسرار اللي قلت لكم. ان شاء الله الا تبعتوا كل شيء الفيديو من الاول حتى الاخر وسمعتوا النصائح كامله، باذن الله غادي تنجحوا فيها. واخا تكونوا عمركم ما جربتوا المحنشه، فقط غير توكلوا على الله وزعموا وما تخافوش، وكيف ما تنقولوا خذوا الحاجه بحب باش ان شاء الله ربي يصدقها لكم. هنا كنوريكم الحبيبات كيفاش كيجيو غزالين. هنا ممكن الا ما بغيتوش كاع تستعملوا في هذا الفيديو هذا، ما بغيتوش تاخذوا حتى شي حاجه، خذوا الفكره غير ديال هاد المعسلات هادو الصغيورين وجربوهم وردوا عليا الخبر في التعليقات. المهم نكون هنا وصلت نهايه الفيديو. الا كانت هذا الفيديو هذه فيه ولو افاده واحده، فخليوا لي جوابكم باللايكات وفي التعليقات. ما تبخلوش، راه حتى حاجه ما غادي تخسروا عليها حتى شي ريال، فقط بنادم غير تشجيع وتحفيز باش يعطي اكثر ويزيد ان شاء الله يقدم لكم وصفات اخرى ان شاء الله من القلب. يلا خليتكم على خير، ونتلاقوا في فيديو قادم. وفي الختام لكم مني كل الحب والوئام، والصلاة والسلام على خير الأنام، فصلوا عليه وسلموا.